السلام عليكم ورحمة الله، كنتمنى تكونوا بخير ان شاء الله. الوصفة ديال اليوم هي عبارة عن فطائر اللي كيجيو خفاف خفاف بزاف بحال الريشة وبدون مجهود، يعني بدون دلك. فقط بالملعقة ممكن تخلطي بالملعقة وان شاء الله النتيجة غتكون زوينة زوينة بزاف. وتابعوا الفيديو وما تنساوش من لايك وشي كومونتير اللي يكون زوين ومحفز. وعلى بركة الله، عندنا كأس ماء دافئ، عندنا ملعقة خميرة ديال الخبز، وعندنا ملعقة حليب بودرة، وملعقة سكر. غادي نخلطهم مزيان مع بعضياتهم حتى ينسجموا. ومن بعد غادي نضيف نصف كأس زيت. غادي نخلطهم مزيان مزيان مع بعضياتهم. بالنسبة للكاس فهو كأس صغير، كاس اللي صغير ماشي كاس العنبة، الكاس الصغير. ثم غادي نضيف الدقيق. بالنسبه للدقيق فعلى حسب السوائل يعني غادي نخلط مزيان مزيان حتى نحصل على واحد العجينه اللي تكون شويه خفيفه، ما تكونش ثقيله. كيف ما قلت فهي ما كتطلبش شي مجهود لي كبير بزاف، فقط انك تخلطي بهاد الملعقه او بهاد السباتيلا بحال هكذايا كيف ما كتشوفوا. حتى نحصلوا على واحد الخليط اللي هنايا من بعد ما جمعتها. فغادي نحاول ندخل فيها شويه ديال الدقيق حيت مازال شويه خفيفه. كيف ما كتشوفوا فانا ضفت شويه ديال الدقيق حتى نحصل على العجين المرغوب فيه. هو هذا كيف ما كتشوفوا كيجي خفيف بزاف بزاف. وهنايا غطيتها وغادي نخليها ترتاح واحد نصف ساعه. ومريت للمرحله الثانيه وهي انني غادي نقطع هاد الفلافل. عندي فلفله خضراء كيف ما شفتوا قطعتها مربعات صغيره، وفلفله صفراء وفلفله حمراء غادي نقطعهم مربعات كذلك صغارين. بالنسبه لهاد الفطائر فهما كيجيو زوينين بزاف، غير جربوهم ان شاء الله وغادي ينالوا الاعجاب ديالكم. وكيف ما تقولش كيف ما قلت عفوا، ما تنساوش من لايك 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 الله يجازيكم بخير. وهنايا من بعد ما ارتاحت العجين تقريبا واحد نصف ساعة او اكثر، فهي كتجي خفيفة بزاف بزاف. غادي نستعملو بقليل من الزيت باش ما تلتصقش لينا في الايدي، وغادي نقطعها هكايا 4 قطع. الحجم يكون شوية متوسط. غادي نشكلها كيف ما قلت 4 قطع على شكل كويرات صغار. غادي نجيب اللاطة، غادي نطلقها باستعانة كذلك بقليل من الزيت حيث تكون العجينة اللي كتكون خفيفة بزاف. وغادي نضغطوا عليها فقط بالاصابع، بالاطراف الاصابع كيف ما كتشوفوا. غادي نطلق هاد الكويرات ديالي كاملين. وثم غادي نوضع الحشوه اللي هي حشوه اقتصاديه بزاف، وكتجي في نفس الوقت كتجي زوينه ان شاء الله ومرضيه. ممكن لا بغيتو تزيدوا التونه او بغيتو ديروا اللحم مفروم او قطع الدجاج. المهم انا اكتفيت فقط بالفلافل، يعني وصفه اقتصاديه. هنايا وضعت الفلفل الاحمر، ثم غادي نضيف الباقي الفلفل الاخضر والاصفر. كيف ما قلت في هذه الوصفه هذه فصراحه كتجي زوينه زوينه بزاف وخفيفه. ان شاء الله يعني نتمنى انكم تجربوها، وما تنساوش تخليو لي شي كومونتير يعني التعليقات ديالكم اذا جربتوها ونجحت معكم ان شاء الله. ما تنساوناش من التشجيع ديالكم والبارطاج مع الاهل والاصدقاء ديالكم. وهنا من بعد ما وضعت الفلافل فغادي نوضع الجبن. هنا وضعت الجبن الاحمر كيف ما كتشوف، قليل من الجبن الاحمر. غادي نحاول نوزع على هاد القطعه. ثم ضفت قليل من الجبن موتزاريلا، جبن مبشور. ثم غادي ندخلوه الفرن اللي يكون ساخن، وغادي عليه من التحت طبعا حتى تبدا تحمر من الجوانب. عاد نشعلوا ليها من الفوق يعني تطيب تقريبا، نشعلوها من الفوق باش يذوب لينا الجبن وتحمر من الفوق. وهذا هو الشكل النهائي ديالها. كنتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم لانها صراحه زوينه بزاف. كيف ما كتجي فهي كتجي خفيفه وزوينه بزاف بزاف. تستحق التجربه. كيف ما تشوفوا كتجي اسفنجيه
وهذا هو الفيديو ديال اليوم، كنتمنى ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم، والى فيديو جديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ورمضان كريم ان شاء الله.